مش ممكن حد يخرج من الأقطار دي ويطلع لسدرة المنتهى أو للعرش أو إلى آخره إلا بسلطان زي النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده أحلام. يبقى الإنسان هيقدر يقعد 5000 مليون سنة بالحماقة بتاعته دي؟ ده لو قعد له 200-300 سنة يبقى يعني. حلقات زحل ياما أثارت خيال الفلكيين. إيه حكاية زحل وحلقاته؟ زحل رحلة طولها 2000 مليون ميل. في الواقع يعني عشان نوصل زحل هنخترق الفضاء، وحكاية الفضاء دي لوحدها لغز. يعني الواحد متهيأ له إن كلمة فضاء يعني الواحد لما يطلع الفضاء خلاص يعني هو بقى على كيفه، لكن ده مش صحيح. الفضاء محكوم بشوارع وممرات ومسالك ومدارات، ما فيش خط مستقيم في الفضاء أبدا، مع إن الواحد متهيأ له الفضاء ده يعني فضاء. جميع المسارات منحنية أقواس، وعشان كده أي كوكب مداره يبقى بيضاوي، يبقى دائري، يبقى إهللجي، إنما ما فيش حاجة اسمها خط مستقيم أبدا في الفضاء. وعشان كده هندسة إقليدس اللي هي هندسة الخطوط المستقيمة ما تنفعش، لازم هندسة تانية اللي هي الهندسة الحديثة ريمان جيومتري هي اللي تنفع عشان الفضاء. في القرآن والسماء ذات الحبك، الحبك يعني المسارات أو الطرق أو الشوارع. أو مثلا رفع السماء بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها يعني بعمد لا ترونها، يعني إن في أعمدة في الفضاء غير مرئية. معنى كده في النهاية إن الفضاء ما هوش فضاء، دي لغز تاني بقى، ده محكوم بقوانين تانية خالص. طيب الفضاء اللي هو لغز ده نفكر سوا ممكن يكون إيه؟ اللي هو يحتوي على كل الكون، وسع كرسيه السماوات والأرض. لما ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أقطار السماوات اللي محتوية على كل السماوات وكل الأجرام هي دي ممكن تفهم بأنها الفضاء، هم دول الأقطار. مش ممكن حد يخرج من الأقطار دي ويطلع لسدرة المنتهى أو للعرش أو إلى آخره إلا بسلطان زي النبي عليه الصلاة والسلام. الإسراء كان بقوة الله وإذنه وسلطانه، فده هو الخروج من أقطار السماوات. إنما طبعا واحد يسافر للقمر ولا للمريخ جوه نفس الفضاء، ما خرجناش عن الأقطار. كلمة أقطار دي كلمة غريبة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. أو مثلا كلمة الكرسي، وسع كرسيه، الكرسي الذي يتسع للكون كله، ممكن نفهمه إنه هو الفضاء الذي يتسع للكون كله، الله أعلم. زمان في التفسير بعض المفسرين السلفيين قالوا وسع كرسيه السماوات والأرض بمعنى وسع علمه، وده تفسير جميل، لكن طبعا التفويض في هذه المسائل أحسن، والقول بأن الله أعلم أحسن، خاصة في حاجات زي إيه؟ الكرسي والعرش والصراط والحوض والجنة والنار. يعني كمثال مثلا النار، إحنا كمؤمنين لا شك نؤمن بما فيها من عذاب حسي ومعنوي، وبالجنة أيضا وما فيها من نعيم حسي ومعنوي، لكن الكيف ازاي بالظبط، ايه شكل الجنة او شكل النار، ما حدش يعرف، غيب. بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن النار يقول ان فيها مية، فيها عين حامية، نار فيها مية، شغلانة دي. او مثلا فيها شجرة تخرج من اصل الجحيم، بقى كأن النار فيها شجرة ومية، اذن هي نار غير النار. يعني دي لغز بقى، غيب، نقول غيب. وكذلك عن الجنة سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الجنة يقول عرضها جنة عرضها السماوات والأرض. ايه بقى الجنة اللي عرضها السماوات والأرض؟ برضو دي لغز. فلكن في الكيف النهائي ما نقدرش نكيف هذه المسائل، نقول النار شكلها كذا ولا الجنة شكلها كذا، وكل ما ورد عن الجنة صور تقريبية. مثل الجنة التي توعدون، القصور وأنهار والفواكه والحور العين وإلى آخره، بيضرب مثال. فدي أمور مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنفس الحكاية برضو، يعني مثلا القلم واللوح، نون والقلم وما يسطرون، القلم اللي بيسطر بيه الملائكة، ايه هو ايه القلم؟ عشان اوريكم ان المسائل دي معانيها كبيرة جدا، اقول لكم تاريخ القلم عندنا ايه. القلم اول ما ابتدى كان ريشة فرخ، وبعد كده بقى قلم رصاص، وبعدين بقى ايه قلم الكتروني اللي هو بيكتب في الكمبيوتر، وبعدين بقى شعاع ليزر، وكله قلم. او اللوح مثلا، لما نيجي الورق عندنا اللي كتبنا عليه، اول ما كتبنا على الحجارة، وبعدين كتبنا على شريط تسجيل، وبعدين كتبنا على الفيديو. الله، شوفوا تطور معاني
القلم واللوح. وعشان كده لما تيجي ذكر الكلام ده في القرآن ما يصحش نحدده بمعنى، لأنه حتى في العالم بتاعنا عمال يتطور معناه ويتسع بشكل غريب. فهي طبعا مجرد محاولة لفهم. لما نتكلم على الكرسي أو على الأقطار فنقول الفضاء، هي مجرد محاولة لفهم، لكن ليس تفسير بالمرة، لأن هذه المسائل هي غيب. الكرسي والعرش والصراط واللوح والقلم والحوض والجنة والنار. إذا كان الفضاء نفسه اللي احنا عايشينه ده، الفضاء ده بتاع الدنيا، مش بقى حكاية العرش والكرسي، لا، ده الفضاء ده بقى حاجة خاصة بالدنيا، سبيس، مش قادرين نفهم. الفضاء لغز. من عجائب الفضاء اللي يوريكم ان هو لغز فعلا، ان تبقى انت راكب المركبة وماشي بسرعة 45,000 ميل ساعة، ومع كده لا تشعر اطلاقا بانك بتتحرك، ولا يستطيع ان يفرق بين السكون والحركة. التفريق بينهما مستحيل. ليه؟ لسبب بسيط، لأن احنا ما نقدرش نحكم على الحركة إلا بالمقارنة برصيف ثابت. فتبص تلاقي المركبة الفضائية ماشية بسرعة 45,000 ميل ساعة، سرعة رهيبة دي، وفي نفس الوقت اللي قاعد فيها حاسس إنه مش بيتحرك. ودي من ألغاز الفضاء. الحكاية ما هياش لعبة، الحكاية يعني الفضاء دي هو خطير قوي، مليان ألغاز. زحل كوكب شديد اللمعان، ضخم جدا، حجمه قد الأرض 650 مرة. هذا الكوكب كوكب غازي، يعني كله غازات، ولما تنزل عليه مش هتلاقي أرض، هتلاقي مية، عبارة عن غاز الهيدروجين السائل. تبص ما تلاقيش أرض، إنما هتلاقي محيط. المحيط ده عبارة عن غاز الهيدروجين السائل، هتنزل فيه بعمق 30,000 ميل لغاية ما توصل للنواة بتاعة زحل أو البذرة اللي جواه، حجمها تقريبا حجم الأرض وهي صخرية. زحل طبعا اشتهر بالحلقات بتاعته، يعني تشوفوا كده بأي منظار تلاقي متحزم بحزام مضيء. حلقات زحل ياما أثارت خيال الفلكيين، وكانوا دايما في الصور اللي بيطلعوها لزحل بنشوف إن هذا الحزام متقسم ل3 مناطق من الحلقات، وبين المنطقة والمنطقة في حزام فاضي، لكن اتضح بعد التصوير انه مش فاضي، ده مليان حلقات هو الاخر. فبتبقى في النهاية بنطلع بعدد من الحلقات، آلاف الملايين من الحلقات. وبعدين ايه هي الحلقات؟ اتضح ان هذه الحلقات عبارة عن ذرات وحصى صغير يتفاوت في الحجم بين ملي وسنتي، ويوصل ل10 متر، زلط بحجم الأتوبيس، متوزع بعرض 4000 ميل. يعني الحزام اللي حوالين زحل بعرض 4000 ميل وسمك ميل واحد. اتضح ان جوه هذه المناطق في قميرات صغيرة. ايضا اتضح ان جو زحل مليء بالزوابع، والزوابع بسرعة 1000 ميل ساعة عند خط الاستواء الزحلي نفسه، والنهار بتاعه 10 ساعات، أقصر من النهار بتاعنا. لكن بيقال الجماعة الفلكيين لهم أحلام طبعا، يقول لك لما تنفجر الشمس بعد 5000 مليون سنة تتمدد وتنفجر وتحرق الكواكب القريبة اللي هي عطارد والزهرة والأرض كوكبنا اللي احنا عايشين عليه والمريخ، كل ده هيتحرق. لكن لأن زحل متطرف قوي فهيتحول من البرودة الشديدة إلى الدفء، وهيبقى تايتان كوكب دافئ وفيه جميع الغازات اللي ممكن تبتدي بيها الحياة من جديد. فالفلكيين بيقولوا انه ان شاء الله هيبقى ده الريست هاوس لما تنفجر الشمس. طبعا بعد 5000 مليون سنة بيتصوروا العلم بقى هيبقى يا سلام، فتكون عملنا مراكب بقى ونهرب زي حكاية سفينة نوح، فهيبقى هو ده الريست هاوس بتاعنا عند تايتان، لأنه هيبقى أقرب محطة لنا، وفي نفس الوقت هيبقى فيه ظروف ممكن تنشأ فيه الحياة من جديد. طبعا الكلام ده أحلام. 5000 مليون سنة إيه بقى الإنسان هيقدر يقعد 5000 مليون سنة بالحماقة بتاعته دي؟ ده لو قعد له 200-300 سنة يبقى يعني. وبعدين على فكرة ده يعني الحكاية دي في الإسلام تكليف وأمر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أمر، مش حكاية إنها طرف، لا ده أمر، جزء من إيمان المؤمن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تفتح صفحة تانية تلاقي أمر تاني
أمر بالنظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت. أوامر صريحة بالنظر والسير في الآفاق واكتشاف كيف بدأ الخلق وإلى آخره. بالنسبة للمسلم هذه الرحلات واجبة وهو مأمور بها وهو أولى الناس بهذه الرحلات، لكن في الحقيقة الأجنبي سبقنا وخد ثوابها. طبعا هم بيعملوها ليس لهدف ديني لكن لهدف دنيوي. ايه هدفهم؟ هدفهم تعرف على المصير والاحتياط للمستقبل وحساب الكوارث ازاي يخططوا للكوارث. هم عايزين يعرفوا هم رايحين فين وجايين منين والحكاية ايه وايه اللي بينتظرهم. زي ما احنا عارفين الانسان بالجغرافيا عرف مسكنه، وبالتاريخ عرف ماضيه، وبالطب عرف جسمه، وعلم النفس عرف نفسه. وعن طريق هذه المعارف بيقدر الإنسان يتحكم في بيئته ويتحكم في ظروفه ويبقى سيد مصيره، وهذا هدفهم في الغرب. لكن في الواقع هذه الرحلات بتتخطى الهدف الدنيوي غصب عنه. هذه الرحلات فعلا هي إصبع تشير إلى الحكمة الإلهية، إلى وجود الخالق. مجرد أنك تسير في الآفاق وأنك تجمع الشواهد وتشوف الدنيا وتسافر في الفضاء هتصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى، إنه حقيقة لا شك فيه، وإنه واحد لا شريك له. وهنا أعتقد أن الحقيقة دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إنجاح هذه الرحلات. ربنا أنجح الرحلات دي ليقيم حجة على المؤمن وعلى الكافر. سيريكم آياته فتعرفونها، وهذه حجة الله البالغة. صدق الله العظيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.